السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في مقطع جديد. في هذا المقطع سوف أتكلم عن طريقة فصل البوتريكس، كيف تفصل البوتريكس، كيف تفصل حساب الكيك من البوتريكس وتربط حساب آخر، أو حتى يعني إنك تربط الحساب الكيك اللي أنت رابطه في هذا البوتريكس بحساب آخر، يعني حتى نتفادى المشكلة اللي تظهر لأغلب المستخدمين. ننتقل إلى الشرح. طبعا بداية الحال احنا لازم نكون مسجلين في موقع البوتريكس botrix.live، بعدين نتوجه الى الحساب اللي استخدمناه في تسجيل الدخول وربطنا فيه الحسابات. هسه في بعض الاشخاص تواجههم مشكلة انه بعد ما يسجل دخول عن طريق مثلا تويتش طريقة اخرى، تمام، ويحاول انه يربط الكيك على سبيل المثال. دقيقة، مو هذا التويتش اللي احنا نريد نربطه، اوكي، لان هسه احنا رابطين التويتش في الحساب. على سبيل المثال يكون اي منصة اخرى يعني لما تسجل فيها دخول، اذا ما كنت انت رابطها مسبقا مع بعض، تمام، راح تسبب لك مشكلة انه راح يعتبر بروفايل جديد كأنه اول مرة تسجل، راح تكون عندك كل هذه البروفايلات فاضية، تمام. فعلى سبيل المثال انت ودك تفصل الكيك هذا وتربطه في حساب اخر، فنقوم بفصله عن طريق الضغط على زر الانلينك، تمام. هذا الزر اللي هو اسمه انلينك يفصل الحساب بهذا الشكل. وتقدر حاليا انك اذا سجلت بحساب يوتيوب اخر او تويتش اخر او اي شيء اخر، راح تقدر انك شو تسوي، تفصله وترجع تربط ايضا الحساب اللي تريد انت، سواء من الكيك او من بقيه المنصات. راح نفصل التويتش ايضا كذلك، نرجع نسوي تسجيل خروج. مثل ما تلاحظون حاليا عندنا حساب التويتش يعتبر حساب منصه لحاله منفرد، فاذا جينا نربط حساب الكيك معاه راح يربط معاه ان شاء الله. لكن لو كررنا نفس العمليه وكان الكيك مربوط في الحساب لحاله مع هذاك الحساب، ما راح يسمح لنا، راح يظهر لنا المشكله. لكن حاليا سمح لنا، راح يقول لنا اكتبوا الرساله في البوتريكس، يعطوه مود، راح نعطيه مود احنا بطبيعه الحال. مشروع هذا في مقطع اخر، لكن بامكانك تضغط عليه مره ثانيه، تروح على المشرفين، تعطيه على البوتريكس، تضيف البوتريكس على القناه من خلال اضافه عضو جديد، تحط اسم البوتريكس وتضيفه، بعدين ترجع هنا الى البوتريكس، الى موقع البوتريكس، تقوم بنسخ الذهاب الى المسار، تضغط عليه مره واحده راح يفتح معك موقع البوتريكس فوق اللي هو الشات حق البوتريكس، تمام. كل اللي مطلوب عندك انك تنسخ الرساله هذه، تنسخها بشكل كامل وتطبعها في البوت، تفترض انها النسخه، تطبعها في البوتريكس بهذا الشكل ونرسلها. ننتظر شوي راح يجينا الربط في البوت، نضغط على الفينش تحقق. بهذا الشكل ربط معنا الكيك في حساب البوت جديد دون ظهور المشكله. ورجعنا على الحساب القديم على سبيل المثال، يعني اللي مسجلين نحن فيه عن طريق الديسكورد، حاولنا نربط حساب الكيك نفسه، راح يظهر لنا المشكله. مثل ما تلاحظون هذه الرساله اللي تواجه الكثير انه حساب الكيك مربوط في حساب اخر، فلازم اول شيء انك تفصله، او اذا ما عرفت انت اي حساب اللي رابط فيه بامكانك تستخدم هذا الكوماند، تمام. اذا ما تعرف الحساب اللي انت رابط فيه اسمه الوات از ماي اكونت، تروح تحطه في البوتريك، على البوتريكس، تروح على صفحه البوتريكس في الكيك، تمام، تذهب الى الشات الدردشه، بعدين تجي هنا تكتب هذا الكوماند، الامر لين تكبره شكل، راح تكتب الكوماند هذا، تنتظر البوت يرد عليك. حاليا اعطاك تفاصيل حسابك الكيك مربوط وين بالضبط، حيقول لك مربوط بالحساب اللي انت فاتح بالبوتريكس اللي اسمه اي كيو دي اي ال دي. فبهذه الحاله انت تقدر تسجل عن طريق الاي كيو دي اي ال دي وتفصل الحساب حتى تربطه بحساب اخر اذا حبيت، تمام. فبنفس الطريقه حاليا راح نروح على الحساب، خلاص هذا ما نقدر نربطه من هنا، راح نروح نفصله من حساب الاي كيو دي اي ال دي اللي هو التويت بهذا الشكل، راح نفصل الحساب نسوي له ان بهذا الشكل، فصلنا. راح نقدر الان انه نربط الكيك مع المجموعه الاخرى على سبيل المثال اي كيو دي، كله تمام. ناخذ الكوماند، نسخ الكوماند، نرسل الكوماند شات حق البوتريك، خلاص يكون كذا الربط، نضغط على الفينش، خلاص ربط معنا الحساب بدون اي مشكله. حتى اذا نريد نربط لتويتش، المفترض ان الان لا كذا ما سمح لنا، خلاص يعني يعتبر حساب مستقل يعني ان صح التعبير، فهي خطوه اضافيه تعتبر. طيب نرجع، نعم ربط معانا لتويتش بشكل طبيعي. بهذا الشكل احنا تعرفنا انه كيف نربط البوتريكس وكيف نفصل البوتريكس اذا كان مربوط مع حساب اخر. لا تنسون اللايك، شير، سبسكرايب، وادعمونا في المقاطع حتى نقدم مقاطع اكثر. كما ان هذا البرنامج برعايه برنامج دعم المشاهدين، اي شخص يتفاعل عندي في البث يحصل على ارباح من البث، اقسمها على اساس النقاط. بامكانك انك تستفاد وتطلع ارباح 2 سنت الى 30 دولار على حسب التفاعل، حسب فريقك وحسب الانجازات. الى هنا ونلقاكم بمقطع اخر، الى اللقاء.